السلام عليكم. بالله قول لي عمرود كيف كنت داخل في 30 لا مراه لا صغار ما تحشمش على روحك. يعني ايه مراه نزمر بها؟ انا مراه نمشي معناها نتعرف على طفله نقعد معها 6 ولا 7 سنين نصرف عليها قهاوي تبدا ترحي في البن وبعديك تقول لي اجي اخطبني نمشي نخطبها وبالخطبه عاد لازمها بياس مونتي وكل فازات وبعديك ندخلوا فك الجو نتاع المسن. في العيد الكبير نبدا هزلها جيبوا الحم تقول خاطب نمر كل عيد كبير نهزلها في الحم هاو شريطه مرقاز هاو يومي هزت لها كواتر ومكتوب فيه الله هاني هزلها شجره فيها ريحه العنبر ويبدا عاد العرس نكملوا العرس العام الاول نعديوا كله مشاكل. العام الثاني تنحي الماسك القناع يطلع محرز ولد خالتي انا ما خد هكا الفيانه اللي كانت قبل العرس والخطبه تتنحى تولي تلبس في حوايجي وتبدا تدور في الدار حسيلوا نهار الكل والمشاكل والعياط نوليو كالخوات انا نبات في الصاله وهي تبات في بيت النوم وبعديك نجيبوا الصغار والصغار شكون يعرف باش تطلعوا فالحين ولا يطلعوا طالحين. الصغار راهو مصروف هاو يطلع في السنين هاو لغبوا دراش بيه انا نصرف لازمني بومضات اش بيه طفل مهري مش بيه يبكي راهو مهري يزيد يهريني انا بالمصروف ونصرف عليه وكان جاء طفل بهيم شنو نعملوا نطيشوا ولدي عيب ما نطيشوش حتى ولو بهيم ما نطيشوش نولي ما نطيشوش خاطر ولدي يبدا يكبر ويدخل فك العمر هذاك في ال 12 سنه يولي يطلع له الشيب في الشعر بتاع خشم وشلاغمه تعرق ويبدا الحكايات وصوته بدا يكبر يولي بالكلمه انا وياه والطفله عاد نقراها مكتب وكوليج وليسي وتتخرج ومن بعد ما تتخرج يجي واحد يلقاها حاضره باش في لقب يتفسخ وانا على الفيسبوك وتكتب ابدرا شكون فلان الفلاني وزوجي خذ بيدي الى الجنه عليها معيشه في بار انا كنت مدخلها لجهنم انا ومن بعد حتصيروا تكثر هكا المشاكل ونقعدوا ديما نوصف في بالنا قال شنيا على خاطر الصغار ما نطلقوش وكي يكبروا الصغار ويعرسوا وقتها نطلقوا ونقعد نعيش وحدي عاد اني من توا وحدي انا ومرتاح وليبر عليه المشاكل هذه الكل. نعم الله عليك انت عرس